المظلوم إعلاميا أشرف الصابيري يعد أشرف أكثر يوتيوبر تعرض للظلم والتنمر بسبب حجم مؤخرته الكبير، حيث هذا ما يقوله الجميع. لكن في الحقيقة هناك صانعي محتوى آخرون لديهم مؤخرات أكبر من أشرف بكثير، ولا تجد أحدا يتحدث عنهم ولا يتنمر عليهم، ولا أحدا يعرف ما السبب. وعلى سبيل المثال هناك الحجوي، يحمل أطنانا خلف ظهره ما شاء الله تبارك الرحمن، وبالطبع لا أحد يقول عنه شيئا. وفي جانب آخر هناك للباتي، هذا ليس لديه مؤخرة، بل يحمل معه شقة فاخرة من الحجم الكبير، إذا ضاق عليه الحال يمكنه أن يستأجرها بثمن مناسب جدا. يوجد عدة أمثلة مثل إلياس الملكي أو سوسيو راموس الأحمق، لكن لن تجد لهم متنمرين عكس أشرف، رغم أنه مؤخرته أصغر منهم، لكنه الأكثر تعرضا للتنمر. لكن بصراحة لديه أجمل واحدة من بين كل هؤلاء. هذه الله ينعزم البوك أسباب قد تجعل أشرف يتعاطى للمخدرات، وبالإضافة إلى التكفات. في الأخير أرى أن الحل هو عمك شي مراسل تيقول التكفات، عمك شي مراسل غيقول التكفات. الله ينعزم بوك يا الكلب. يرتدي أشرف الحجاب أو الخمار في إسرع وقت لكي يسترها من الناس. تقرير سمير الدويدي، بيان سبورت. ما كاين بي ان سبور، هادشي ما كاين، ما عمرو داز قري وطلق حبه، هادشي ما عمرو داز. اش انا ديما هكا صاحبي كضرب